هنعمل بقى النهاردة مع بعض أحلى بامية باللحمة. بامية طعمها زي العسل، حلوة جدا جدا وبطريقة سهلة جدا، ويعني حاجة كده ما شاء الله عليها تفتح النفس زي ما انتوا شايفين كده. حاجة كده عظمة بجد. نصلي بقى على النبي الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين الجمال؟ حاجة كده ما شاء الله عليها. وطبعا البامية ما تحلاش غير بالليمون، ده اللي بيحبه يعني زي كده. انا ما اعرفش اكل الباميه غير لازم اعصر عليها ليمون. واللحمه بقى دايبه دوب فيها كده، تجنن يعني. حاجه كده ما شاء الله حلوه جدا جدا، وطعمها لذيذ جدا جدا، وبطريقه لما تجربيها مش هتعملي غير الباميه غير بيها بعد كده. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف احنا عملناها ازاي. دي بصلايه كبيره انا مقطعاها قطع صغيره. هنحط معلقتين من السمنه وتلات أربع معالق زيت كده، يعني مش كتير. هنشوح بقى البصلاية كده. أنا مبحمرش بصل نهائي يا بنات، يعني أنا بشوح البصلة بس كده يدوب ريحتها تطلع، وبعد كده بضيف الطماطم بتاعتي أو الصلصة بتاعتي. يعني أنا بحبش البصل المحمر، يعني أنا بشوحه بس كده. حطينا بقى الطماطم بتاعتنا، وهنحط بقى معلقة كبيرة من السكر علشان ايه بتخلي البامية طعمها حلو كده، ورشة صغيرة من الشطة، وده اختياري يعني، حابة تحطها حطيها، مش حابة خلاص. هنسيبها بقى تتسبك كده، وقرب ما تتسبك يا بنات، يعني هي دلوقتي لسه ما تسبكتش، بدق كام فص توم كده وقرنين شطة، واحد احمر وواحد اخضر، وايه هضيفهم فوق التسبيكة دي. بدقهم في الهون كده، كام فص توم وقرنين شطة، واحد احمر وواحد اخضر. ما بتحطيهم بقى على التسبيكة كده بتشم الريحة تجنن. طبعا التسبيكة كده يعني اتسبكت خلاص كده. انا البامية بغسلها وبس، يعني غسلتها تحت الحنفية كده كتير جدا لحد ما ايه يعني نطفت تماما. حطيتها بقى انا فوق الصلصة او فوق التسبيكة. ودي بصلاية كبيرة انا مقطعاها شرايح رفيعة كده. البصلاية دي يا بنات بتدي طعم جميل جدا للبامية، حلوة جدا، بتخلي نفسها حلوة قوي. هنحط بقى ايه اللحمة، انا مسوياها يعني 3/4 سوا، بسيبها بقى تكمل سواها في قلب البامية. يعني البامية بيبقى طعمها حلو جدا وهي في قلبها اللحمة كده، واللحمة كمان بيبقى طعمها ما شاء الله عليه في قلب البامية، يعني الاتنين بيضيفوا لبعض، بتخلي طعمها لذيذ جدا. يعني بخلاف انك تعمليها البامية لوحدها واللحمة لوحدها. ده طبعا يا بنات مكعب مرق الدجاج، يعني البهارات اللي فيه بتخلي طعم البامية جميل جدا، وده طبعا اختياري، عايزة تحطيه حطيه، مش عايزة مش مشكلة. انا اديتها تقليبة كده وهغطيها بقى تستوي براحتها، بس كل شوية لازم اقلبها عشان ما تلزقش. طبعا هي كده استوت، ما بتاخدش سوا نهائي، واللحمة طبعا كملت سوا في قلب البامية، وطعمها وريحتها تجنن. جربوها يا بنات، بس ما ننساش نعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معي في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين الجمال؟ الليمون بقى فوق البامية كده، وايه يا عظمة. عيشي بقى مع الطبق اللذيذ ده. حلوة جدا جدا بالطريقة دي، جربيها ومش هتندمي عليها بجد. شايفين طعمها يفتح النفس كده، مش هتبطلي اكل فيها، طعمها زي العسل. شايفين الجمال؟ الله الله على الجمال. احلى حلة بامية باللحمة عملتها، لازم تجربيها بالطريقة دي. شايفين حاجة كده تفتح النفس بجد. منساش نصلي على النبي ونعمل لايك للفيديو، وبألف هنا وشفا للي يجربها.